فما أحد يأخذ رزقك في مكانك. والشاعر يقول: توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت تجهل عنوانه فرزقك يعرف عنوانك. إذا كنت لا تعرف أنت عنوانه فإن رزقك يعرف عنوانك وسيأتيك، يطرق عليك الباب. وقد وقع هذا في تاريخنا. لذلك الشاعر الذي ذهب إلى الخليفة في دمشق، فلما دخل عليه قال: ماذا تريد؟ قال: وكان فقيرا ويسكن مكة، انتقل إلى دمشق. قال له: ألست الذي يقول جئت؟ قال: ما الذي جاء بي؟ قال: عندي قصيدة. هو يوري على أنه محتاج، يريد عطية من الخليفة وهدية وجائزة. فلما سمع الخليفة ذلك قال له: ألست الذي تقول لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني؟ قال له: أنت تقول هذا وأنت تفعل عكسه. أنت تقول أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أنت جئت من مكة إلى دمشق تبحث عن الرزق، فكيف تقول إنه سيأتيني؟ فانكسر قلبه وتسلل لما انشغل الخليفة بشيء إذا به. يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح جبر الخواطر على أحلى وأحن إخوات ومتابعين في الدنيا. حبايب قلبي وصحابي وإخواتي، عاملين إيه؟ طمنوني عليكم، وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو نزلناه مع بعض. تعالوا بقى معانا فيديو جديد ويوم جديد، كله رغاوي وكله طاقة وكله حماس وكل شغل كده من اللي كل ست بيت فينا بتحبه، وما تقدرش كده تقعد يوم من غير ما تتحمس كده وتتشجع معي. تعالوا بقى نتشجع مع بعض ونتحمس كده. ولو وراكي أي حاجة يا ست الكل، اوعدك بامر الله بفضل ربنا بعد ما تتفرجي على الفيديو ده هتقومي كده تخلصي كل اللي وراكي وهتاكلي بيتك اكل. تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزاكي بقى تصلي على النبي بس كده في الكومنتات عشان تاخدي ثواب وانا اخد ثواب، وكل اللي يشوف الكومنت بتاعك ياخد ثواب يا ست الكل. وتشتركي معايا في القناه لو انت اول مره بتشوفيني، وتحطي لي لايك عشان تدعميني وتشجعيني ان انا استمر معاكم كل يوم في فيديو باذن الله. قمت بدري طبعا كالعاده عشان خاطر نبدا يوم جديد، يوم كله بركه، يوم كله شغل وتخلصي في كل اللي وراكي قبل الحر وقبل الفرهده بتاعه اليوم. لازم تصحي بدري، دي حاجه كبيره قوي لو عملتيها تبقى اكبر انجاز في يومك، ان انت بس تصحي بدري. اصحي بدري بس من غير ما تعملي اي حاجه، دي في حد ذاتها انجاز كبير. ان انت تقومي كده ساعه البدريه، يا سلام يا سلام والله العظيم بجد. على راي المثل اللي بيقولك ساعه البدريه منسيه او ساعه البدريه مقضيه. بجد والله يا بنات، هتصحي الصبح هتخلصي كل اللي وراكي، هيجي عليك الظهر ساعة الحر كده تكوني مخلصة كل شغل بيتك. يا سلام بقى على الست الرايقة بقى الجميلة اللي بتعمل كده وتقعد كده بقية اليوم بتاعها كده مزاجها 100 فل و14. والله بجد بنصحك نصيحة لوجه الله ان انت بجد تقومي كده. انا عارفة ان اليومين دول يا بنات في كسل وفي خمول عند ناس كتير، وناس كتير بتنام متأخر وبتصحى متأخر ونومها مش متظبط. انا عايزة اقولك حتى لو انت بتنامي متأخر، اصحي بدري، خلصي شغل بيتك وريحي بقى في اليوم كده ايه ساعتين 3 حلوين كده. اقعدي بقى كده انتخي فيهم، امسكي التليفون، اتفرجي على الشاشة، اقرأي جزء قرآن، صلي، اشربي حاجة انت بتحبيها. بس اهم حاجة ان انت ما تقوميش تشتغلي وتعملي كل اللي وراكي في عز الحر. ساعة الظهرية دي يا بنات بتبقى الجو نار، بيبقى البيوت والعة نار، مهما كان بقى انت في الدور الاخير، في الدور الارضي، في الدور التاني، الساعة بتاعة الظهر دي بيبقى الجو فيها نار. فانصحك بلاش ان انت تشتغلي شغل بيتك في الساعة الحر دي. حتى لو انت بتبدأي الغدا بتاعك بعد العصر، تمام ماشي، اصحي بدري، خلصي شغل بيتك، عندك شوية مواعين تعمليهم، محتاجة تعملي تنظيفة عميقة في أوضة أو في صالة أو في مكان قاعدة انت بتقعدي فيه، عندك مثلا الحمام عزكم الله محتاج يتغسل غسله حلوه، قومي اقضي المصالح دي كلها بالنهار وتعالي يا ست الكل ريحي وقومي على بعد العصر او العصر ابدأي الاكل بتاعك. ما فيهاش اي مشكله، مش شرط ان انت تقومي بدري ان انت تطبخي بدري، لا، معاكي اليوم طويل في الاكل بالذات، على الاقل تدخلي المطبخ نظيف، تبقى الشقه بتاعتك مرتبه ورايقه ونظيفه، يبقى على قد بس اللقمه بتاعه الاكل. الطبقين بقى اللي انت مثلا هتستعمليهم بعد الاكل ممكن تعمليهم بقى في الطراوه اللي هي بتاعه المغربيه دي. الكلام ده لو انتوا بتتغدوا متاخر، لان احنا عندنا هنا بنتغدى الظهر يا بنات على الساعه 1 كده بنكون متغديين. انا قمت الصبح قلت عندي شويه مصالح هخلصها وبعد كده هبدا في الاكل،
كنت جايبة فرخة منضفاها، أول ما قمت الصبح رحت جبت فرخة نضفتها وحطيتها في التلاجة. كنت خلاص عارفة أنا هعمل أكل إيه، فقلت خلاص طالما أنا معايا وقت وعارفة أنا هعمل أكل إيه ولسه ميعاد الأكل ما جاش، سميت الله وطبعا شغلت الغسالة زي ما انتوا شفتوا كده يا حبايب قلبي. وشوية المنظمات دي كانوا محتاجين ان هم يتغسلوا. كان في بس شوية مكرونة كده وشوية عدس فيهم، بصراحة محتاجة شوية خزين كده بأمر الله هجيبهم إن شاء الله يعني. ربنا ييسر لكم ولنا الأمور ويفرجها عليكم وعلينا يا رب، اللهم آمين. أما أجيبهم بقى كده تبقى المنظمات بتاعتي نظيفة وأحط فيهم الحاجة كده على نظافة. تمام. مسكت بقى المنظمات بتاعتي كلها كده غسلتها غسلة حلوة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى ان انا اشطفها واكفيها بقى كده على وشها عشان خاطر تصفي المية اللي فيها كلها. اجي بقى ان شاء الله باذن الله يوم او اتنين كده ابقى انزل اجيب شويه حاجات، مش شرط ان انا اكتر لان الجو صيف يا بنات، والحاجات اللي هي فيها دقيق او مكرونات او كده بتبقى تسوس لو طولت عندك. يعني ممكن مثلا تجيبي 2 كيلو مكرونه من دي، 2 كيلو مكرونه من دي، ممكن تجيبي كيلو شعريه، تجيبي كيلو لسان عصفور. مش شرط ان انت تكتري وتملي البيت عندك خزين وتيجي تبص في الحر ده تلاقي الخزين كله سوس خساره وترميه. انا كان عندي نوعين مكرونه، نوع في علبه كان قديم شويه ونوع تاني جديد. الحبة اللي كانوا في العلبة والله جيت ابص عليهم لقيت فيهم سوس، بس الحمد لله كانوا حبة صغيرين يعني. فرميتهم كده للبط بتاعي، كان عندي شوية اكل كده باقي، طلعت كده حطيتهم على الاكل بتاع الطيور وعلفت بيه الطيور. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. فما تحاوليش ان انت تملي البيت حاجات، الحاجات اللي هي بتبوظ دي بالذات ما تحاوليش ان انت تكتري منها. يعني الزيت ممكن تجيبه وتعينيه مش بيخسر السكر، انما الدقيق والحاجات اللي هي المكرونات والحاجات دي بتعمل سوس يا بنات. خلصت بقى غسلت المنظمات بتاعتي، والبوتاجاز بتاعي كان منظره لا يسر عدو ولا حبيب زي ما انتم شايفين كده. قلت اما اخده كده معايا بالمره عشان خاطر يجي لي نفسي اطبخ او اشوف انا هعمل ايه. فكان محتاج بصراحه غسله عميقه عشان خاطر احس كده ان نفسيتي رايقه كده ومرتاحه. شلت الحديد بتاع البوتاجاز وشلت العيون بتاعتي. انا عندي كل اسبوع يا بنات لازم اغسل البوتاجاز بتاعي، بس بصراحه ربنا انا ما عنديش يوم معين، سبت حد اتنين تلات على حسب اليوم اللي بلاقي البوتاجاز بتاعي مش نظيف فيه وبغسله فيه. انما كل يوم اللي هو المسحه بقى اللي هي العاديه دي ان انا اجيب الفوطه بتاعتي والمع بقى البوتاجاز كده. بس لازم يوم في الاسبوع كده امسك البوتاجاز بتاعي اغسله كده غسله عميقه. بصراحه ربنا انا عايزه اصلا اطلعه من مكانه، اخلي جوزي يفك لي التركيبه بتاعه الغاز الطبيعي اللي هي فيه دي واطلعه اصلا من مكانه واحميه يا بنات، احميه كده حمايه العيد من ورا ومن الجناب ومن الفرن من جوه ومن بره. وبصوا اديله كده حمايه فاخر من الاخر. باذن الله ان شاء الله هعمل كده ان شاء الله يعني. بس كان في خلطة كده كنت عايزة اعملها للشفاط، وبقيت الوصفة بتاعتي لسه ما جبتهاش، فلما اجيبها بأمر الله هعمل معاكم تنظيفات عميقة جدا في المطبخ بإذن الله، هتشجعكم وهتحفزكم كده وهتخليكم تتحدوا الحر وتتحدوا الكسل وتتحدوا كده الفرهدة اللي انتوا فيها دي. كل بس اللي انا طالباه منك يا ست الكل تعملي لي اشتراك عشان يوصل لك كده كل فيديو جديد انا بنزله هنزله بإذن الله، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يجيلك اشعارات مني بأمر الله. وعايزه اقول لكم هسيب لكم اللينك بتاع الصفحه بتاعتي على الفيسبوك في اول تعليق مثبت يا بنات. اللي عنده فيسبوك وحابب يشاركني هناك طبعا تنوروني وتشرفوني يا حبايب قلبي. طبعا في جزء من الناس هنا كتير من حبايبي واخواتي اللي معايا هنا معايا هناك على الفيسبوك دايما ان شاء الله باذن الله. مش هكبر غير بفضل ربنا ثم فضل حضراتكم معايا كده ووجودكم المستمر في ظهري. ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم وتحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه اكتر وزياده يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. انما بقى الناس اللي بتكتب لي كومنتات سلبيه، على فكره انا ولا شايفاكم ولا سامعاكم ولا كانكم موجودين اصلا. مش معقول تعليق سلبي في وسط 100 تعليق ايجابي هدور انا على النقطه السلبي دي وابص لها، لا طبعا والله العظيم ولا كأن الناس دي موجوده اصلا. اي حد بيعلق لي تعليق سلبي انا مش هرد عليه، انا همسح الكومنت واعمل له حظر من عندي فورا. فطبعا اللي بتحذر من عندي يا بنات بيشوفني وبيشاهد الفيديو عادي بس ما بيقدرش ان هو يكتب لي كومنت. فلو انت بقى بتشوفيني كده ومش عارفه تكتبي لي ربنا يا رب يشفيكي من المرض اللي انت فيه، ان انت بس تخشي تعملي لي كومنت او تكتبي لي كلمه تجرحيني فيها او ان انت تحرقي دمي فيها. فبجد ربنا يجازيكي على اللي انت بتعمليه بجد، وربنا يا رب كده يعوضك بحد يحرق دمك زي ما انت بتحرقي دم الناس كده يا رب، اللهم امين. ربنا مش بيسايب حق حد ابدا والله يا بنات، ربنا بيرد غيبة كل واحد. والاذى انا مش هرده باذى، يعني اللي هيرد عليا باساءة انا مش هرد عليه باساءة. انا هقول حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يقول عليا كلمة وحشة او اي حد يكتب لي كومنت وحش.
خلصت بقى البوتاجاز كده وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفين. مفيش احسن من النظافة، مفيش احسن كده من ان انت تشوفي بيتك منظم ونضيف دايما حواليك. مسكت بقى العيون بتاعة البوتاجاز ومسكت الحديد. طبعا يا بنات كانوا اخر حبة صابون من اللي هو الفرط اللي كان عندي ده. وبعد بقى ما اخلص الحاجات دي هفتح بقى الجيركن الفيبا الجديد باذن الله. ما كنتش عايزه افتحه غير لما اخلص كده الكيلو الفرط ده، عشان خاطر ايه، ما خفت لا يتفتح او حاجه يتبهدل في المطبخ بصراحه. فقلت ايه، هخلصه الاول وبعد كده افتح بقى الجيركن الفيبا. كان اخر حبه في العلبه، كنت حاطه عليهم شويه كلور وقلت ايه هغسل بيهم بقى العيون والحديد بتاع البوتاجاز. كان يعتبر لسه معايا دور واحد بس في الغسيل، هي حطه واحده بس. الغسيل بتاعي كان تقريبا 3 حطات او 4 حطات. كان كل الغسيل اللي معايا 4 حطات بس، ومش حطات اللي هي كتير، لا حطات بسيطه كده. فطبعا الغساله العاديه دي لا يعلى عليها، لا يعلى على نظافتها وعلى حلاوتها بجد والله يا بنات. ربنا يا رب يدينا الصحه ويدينا العافيه، ونفضل دايما نخدم بيوتنا ونخدم اولادنا وازواجنا يا رب العالمين. ولو اي اخت حبيبه قلبي غاليه على قلبي كتبت لي كومنت وانا نسيت ارد عليكي، اكتبهولي تاني يا حبيبه قلبي وهرد عليكي باذن الله. وحقكم عليا، حقكم عليا بجد والله ان انا برد على التعليقات بتاعتكم متاخر شويه. دي والله مش اهمال مني ولا حاجه، غصب عني والله العظيم يا بنات. مضغوطه جدا يعني الايام دي. ادعوا لي كده ان شاء الله ان ربنا يشفيني ويشفي امراض المسلمين اجمعين يا رب. واختي حبيبتي اللي قالت لي انت كشفتي عند دكتور ايه عشان خاطر رجليكي تعباكي، انا كنت راح اكشف على عيالي لان عيالي هم كمان بيشتكوا من نفس وجع الرجل. فدكتور الاطفال بتاعهم كتب لهم على تحاليل وقال لي انت كمان اعملي نفس التحاليل. عملت نفس التحاليل، فقال لي عرضيها على دكتور بطنه. رحت لدكتور بطنه وجهاز هضمي وكبد وكده، فشاف التحاليل بتاعتي وكتب لي على شويه ادويه كده، فيتامينات وكالسيوم وحديد وحاجات من دي، لان طبعا طلع عندي نقص كالسيوم في جسمي وسرعه ترسيب وكده. وطلب مني تحليلين كمان، قال لي تعمليهم ان شاء الله كمان اسبوعين وانت جايه ونشوف الدنيا فيها ايه. وعيالي طبعا طلع برضو عندهم سرعة ترسيب وانيميا كده بسيطة. وكتب لهم برضو الدكتور بتاعهم على علاج ونفس الميعاد بتاعي برضو، قال اسبوعين واجيبهم يشوفهم يعني. فان شاء الله هتبقى الاعاده بتاعتنا مع بعض، نروح كده ونعمل اعاده. طبعا اوعي تسكتي على نفسك، انا اهملت في نفسي كتير قوي يا بنات. انا عايزه اقول لكم بقالي اكتر من 3 سنين بشتكي من رجليا وبالورم اللي بيجي لي في رجليا، بس اهملت جامد. وكان كتب لي على علاج كام مره وما كملتش كورس العلاج بتاعي وما كملتش مع الدكتور بقى باقي التحاليل، وان انا افضل متابعه معاه شويه كده عشان خاطر يعرف انا فيا ايه او العلاج مثلا بيجيب نتيجه بيعمل ايه. فاوعي تاهملي في نفسك ابدا عشان تقدري تقفي على رجليكي، لان طبعا الست بجد هي عمود البيت، الست هي اساس البيت. فاوعي تقولي انتي اخر حاجه، عيالي اولى جوزي اولى. طب لو انت نمتي مين هيخدم عيالك؟ مين هيشوف طلبات عيالك؟ مين هيشوف بيتك؟ هتبقي قاعده كده حاسه ان انت مقصره في كل حاجه. لا يا حبيبه قلبي، اوعي تاهملي في نفسك. انت برضو من الحاجه الغاليه، انت من الاولويات برضو اللي المفروض ان انت تعمليها، ان انت تشوفي نفسك وتشوفي صحتك كده. وربنا ما يخسر حد ابدا ويشفي كل مريض بيتالم يا رب، اللهم امين. الدنيا كده معايا بقت زي الفل، البوتاجاز والحاجه بتاعتي بقت نظيفه وزي الفل. هبدأ بقى ان انا ايه، افضي الجيركن بتاع الفيبا يا بنات اللي كان عندي. هغسل بس العلبه كده وهفضيه، لان كده ما عادش ما عندي صابون مواعين خالص من اللي هو العادي ده. بجد انا كنت بغسل في الكيلو الصابون ده ومش كنت عارفه اغسل منه، لان ما شاء الله الفيبا بجد ولا يعلى عليه في نظافه ورغوه وريحه جميله. فلو انتي محتاره تجيبي نوع بريل ايه، بجد هاتي الفيبا واعتمدي على الله. جميل جدا جدا يا بنات بصراحه. في محل الجمله ب140 وفي المحلات القطاعي ب150 جنيه. بس بالنسبه لي اوفر لي من الفرط. الفرط يا بنات اللي هو بيتباع بال10 جنيه ده، ابو 10 جنيه ما بيقعدش معايا كام يوم. الجيركن اللهم بارك قعد معايا تقريبا 3 شهور والله او اكتر. 3 شهور او والله العظيم يا بنات 3 شهور او اكتر. انا عايزه اقول لكم انا جايباه من قبل العيد الكبير بكتير، انا جايباه من بعد شم النسيم على طول. فالحمد لله بقاله معايا تقريبا اكتر من 3 شهور. حتى لو انتوا رجعتوا بالفيديوهات كده، ما شاء الله والله قعد معايا فتره محترمه الحمد لله. فجيبيه كده وحاولي ان انت تجيبي العلبه اللي هي بتاعه البريل دي، ما شاء الله بتخليكي ما تهدريش فيه، بتخليكي ينزل معاكي كده نقطه بنقطه، ما بتخليكيش ان انت تبعتري فيه كتير. هنا بقى كان اخر حطة غسيل معايا كنت بطلعها، طلعتها كده زي ما انتم شايفين. اخر حطة بقى اللي انا حطيتها دي، كنت خلاص كده ما عادش معايا هدوم تاني خالص.
فالحمد لله كده ان انا خلصت بدري بدري قبل ما ابدا في الغدا. انا كنت مخلصه غسيل وكنت المواعين بتاعتي متظبطه، المنظمات بتاعه المكرونات والشعريه والحاجات دي كانت خلصانه، والمطبخ بتاعي كان زي الفل. الحمد لله والشكر لله بجد على نعمه الصحه وعلى نعمه الستر وعلى نعمه المأوى. اللهم لك الف حمد والف شكر على كل النعم اللي انت مديها لنا يا رب. حطيت بقى اخر حطه، الميه يا بنات مش متسخه ولا حاجه، ده اختلاط الوان مش اكتر، ده اختلاط الوان مش اكتر. الهدوم ما شاء الله بتاعتي كلها يعتبر كانت نظيفه. جيت هنا بقى والبوتاجاز بتاعي نضيفه زي الفل كده، قلت بقى اما ابدا كده اولع على الاكل. هتعملي اكل ايه يا جيهان؟ هعمل يا بنات صينيه بطاطس بالفراخ، وهعمل شويه رز ابيض كده وحبه الشوربه بقى اللي هيطلعوا من الفراخ. والحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. اتغدينا كده وكانت لقمه زي العسل، تستاهل بقكم يا حبايب قلبي. دي فرخة يا بنات متربية في البيت، كان الكيلو عامل 70 جنيه، ما شاء الله كانت عاملة 165 جنيه الفرخة دي. بس كانت بيضة، اللحمة بتاع الفرخة البيضة دي كانت اللحمة بتاعتها صفرة، وكانت بجد جميلة جدا وكانت طعمة وحلوة. احسن حاجة بجد الفراخ اللي هي متربية في البيت. يعني لو جه قدامك فرصة ان انت تجيبي متربي في البيت او في المحل، لا طبعا هاتي الفرخة اللي متربية في البيت. بتبقي متأكدة ان هي مش واخدة حقن، مش واخدة ادوية، مش واخدة اي حاجة من دي. الناس بقى اللي بتقول انت مش ماشيه ليه يا جيهان على نظام الطيبات، انا ما اقدرش امشي عليه. ليه؟ لان عيالي اصلا ما بيحبوش غير الفراخ البيضه. بحاول معاهم مثلا ان هم ياكلوا بط، بحاول معاهم ان انا اجيب لهم لحمه حمراء، بس حبهم الاكتر في الفراخ البيضه. واحنا بصراحه انا عن نفسي وجوزي بنحب الفراخ البيضه. فان احنا نقدر نمشي عليه، احنا ممكن نقلل من حاجه انما احنا ما نقدرش بصراحه نمشي عليه. في ناس كتير حوالينا مشيت عليه وخفت جدا، وخال جوزي ما شاء الله ماشي عليه بقاله اكتر من 4 شهور، وبيقول بصراحة النتيجة حلوة جدا جدا. يعني فاللي يقدر بجد يمشي عليه يتكل على الله وربنا يعينه ويقويه يا رب. حطيت بقى الفرخة بتاعتي على النار عشان خاطر اطلع منها الشوربة الاول، وبعد كده جيت هنا اقشر البطاطس بتاعتي واقطعها بقى في الصينية، عشان نعمل كده صينية بطاطس معتبرة من اللي قلبكم يحبها. بجد كانت زي السكر والعسل كده، جربيها كده بالطريقة بتاعتي دي وان شاء الله بإذن الله هتعجبك ومش هتعملها الا هي بأمر الله. دي طريقة أمي يا بنات، أمي ما كانتش بتعملها غير كده. ربنا يديها الصحة وطولة العمر ويبارك في عمرها وفي صحتها يا رب، اللهم آمين. بجد ولا يعلى عن الاكل بتاع زمان بتاع امهاتنا وبتاع جدودنا. سيبوكوا بقى من الاكل اللي طالع اليومين دول وحاجات غريبه بتتحط كده ومعرفش ايه وايه. لا انا بحب ايه، ما كترش في التوابل، بحب احط توابل معينه كده عندي في الاكل، وما بحبش كده ايه احط حاجات ملهاش لازمه كتير. لا، في حاجات اولويات كده انا بحطها مش بستغنى عنها، زي الفلفل الاسمر والكمون. الحاجتين دول لو عندي انا مش عايزه اي توابل ولا عايزه اي حاجه تانية. قطعت البطاطس كده وعملتها طرنشات، وعملت بقى البصلايه بتاعتي طرنشات، وهجيب قرن فلفل وطماطميه برضو اقطعهم كده طرنشات حلقات يعني. وبعد كده هحط رشه فلفل اسمر ورشه كمون. وكنت بقى فرمه الطماطم بتاعتي كده. والله يا بنات لسه لحد دلوقتي ما جبتش شفشق خلاط. هتقولي لي يا جيهان انا مش بفتكر غير وانا بعمل الاكل. اروح افرم الطماطم عندي سلفتي وارجع اقول ايه ان شاء الله اخر النهار هخلص اللي ورايا وانزل اجيبه. اجي انسى ما افتكرش غير تاني يوم وانا بعمل غدا. فان شاء الله باذن الله اسجل معاكم الفيديو وانزل اجيبه كده بامر الله. الفرخه بتاعتي كانت استوت نص سوا يا بنات في الشوربه، وكانت الشوربه بتاعتي اتملحت وبقت زي الفل. طلعتها بقى كده في طبق وهرصها بقى كده على البطاطس والطرنشات بتاعه الطماطم والفلفل. وبعد كده بعد ما ارصها هديها برضو رشه فلفل اسمر ورشه كمون، وهنزل بقى بالطماطم واحط عليها شويه ملح ورشه زيت من على الوش. بحب قوي اسويها على العين بتاعه البوتاجاز يا بنات. امي ما بتعملهاش غير كده، فبصراحه انا بحب اعملها كده زي الطريقه بتاعتها. وبعد ما تستوي معايا هحطها كده على الشبكه بتاعه الفرن، تاخد لون كده من الوش بتاعها. اللهم صل على النبي، كانت جميله جميله يا بنات والله العظيم. بألف هنا وشفا يا رب على قلب كل اللي كل منها. وعملت بقى شوية رز أبيض كده حلوين من اللي قلبكم يحبهم. وصينية البطاطس بتاعتي عايزة أقول لكم كانت معسلة، كانت سكر كده وعسل. ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم يا رب. بجد بشكركم من كل قلبي على كلامكم الحلو وعلى كلامكم الإيجابي اللي دايما بتدعموني وبتحفزوني فيه. ربنا يخليكم ليا ويدوم المعروف والمحبة بينا دايما يا رب. ولعت على الرز بتاعي وحطيت الملح، وساعة ما بيدخل كده في السوا بقدح شوية زيت حلوين كده في طاسة واطشهم كده على الوش، وادي الرز كده تقليبة من فوق لتحت، والاكل بتاعي بقى جاهز. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حتى لو بجزء بسيط.
هستنى كومنتاتكم وآرائكم على الفيديو، قولوا لي كده الفيديو يستاهل كام من 10 يا أحلى وأحن اخوات في الدنيا. دلوقتي يا حبايب قلبي أقدر أقول لكم أسيبكم في رعاية الله. يلا يا حبايب قلبي مع ألف سلامة. مش تنسوا بقى اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا يا أحلى وأحن اخوات في الدنيا. بحبكم في الله.